الإمام الصادق عليه السلام يقول: خفى الله في خلواتك كأنك تراه فإن لم تراه فهو يراك. واحد من يسوي له فد معصية أو يسوي له فد سالفة تعبانة، يستحي يسويها يا شيخ فلان أو يا الفلاني أو الأستاذ فلان، يستحي يقول هسان العالم يشوفني أو زيد من الناس يشوفني، عيب، شو يقول علي أنا حاسب غير حسابات. ولكن من يجي بينه وبين نفسه بالخلوات، يعني بس الله سبحانه مطلع عليه، هو ما يستحي من الله سبحانه. عجيب، ما يستحي. لذلك شيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان ينقل في كتاب منازل الآخرة، يقول: يجيبون هذا المذنب، هذا العاصي، يجيبون كتابه، تعال يا فلان انت سويت في كذا ساعه، في كذا دقيقه، في كذا يوم. يقول هذا الانسان يكذبهم، هذا المذنب، يقولون انتم كذابين، انا ما مسوي هاي المعصيه ولا مسوي هذا الذنب. مسجلينه. عجيب. يعني هذا الكتاب لا يغادر الا صغيره ولا كبيره الا واحصاها في امامه. هذا ذنبك وهذا هاي مصيبتك. يقول لا تكذب انتم. يقول: فياتي النداء من الله سبحانه وتعالى: يا ملائكتي اشطبوا لعبدي هذا الذنب. ليش يا الهي؟ يقول: استحي ان اكذبه. الله يستحي من عندي يكذبني امام الملائكه. يقول لهم: اشطبوا له هذا الذنب، اشطبوا له هاي المعصيه. وانا بالخلوات في هذه الدنيا الزائله المنتهيه ما استحي من الله سبحانه وتعالى من اسوي الذنب او اسوي المعصيه. عجيب.